ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. انا هعمل النهارده مع بعض محشي كوسه وفلفل، وهعمل كمان محشي كوسه باللحمه المفرومه، وهتتغطى بالبشاميل. يعني بمعنى اصح كوسه بالبشاميل ومحشي كوسه عاديه. تمام. انا هنا جبت 3 بصلات وسط، وهفرمهم في الكبة. انا مش هفرمهم ناعم قوي، انا مش محتاجاهم ناعمين قوي، يا دوبك بس هكسرهم في الكبة. تمام. وهحطهم على النار بالشكل ده كده. يا دوبك بس يتكسروا، مش اللي هو المفروم الناعم، يتكسروا حاجات بسيطة مش كتير. وهنا حطيت زيت في حلة على النار، قدحته شوية ونزلت عليه بالبصلة. برضو مش هخليها على النار مدة طويلة، حوالي 5 6 دقايق، يا دوبك بس البصلة تدبل. وهنزل بقى عليها دلوقتي باللحمة. دي لحمة ضاني، وانتي ليكي بقى يعني حرية الاختيار، زي ما تحبي، لحمة ضاني لحمة عادية، الحاجة اللي انتي تحبيها او ترتاحي لها اكتر اعمليها، ما فيهاش مشكلة. وهفضل بقى اقلب فيها، هي كانت اللحمة ما كانتش فكة قوي. تمام. هسيبها بقى تفك كده 5 دقايق على النار، لغاية ما لونها ايه يغير. بالشكل ده كده هي كده خلاص فكت اللحمة. تمام. هنا بقى هنزل عليها بالطماطم. انا عندي في الفريزر طماطم انا مخزناها، فعشان كده ما عملتش حاجة فريش يعني. نزلت كده بالطماطم، هتاخد برضه حوالي 10 دقايق على النار. كده الطماطم بدأت تفك اهي. تمام. هسيبها برضو تكمل لغاية ما تنطر قدامها خالص. هنا خلاص هي كانت اتسبكت، بس انا حاسه ان الطماطم فاتحه مش غامقه قوي للدرجه اللي انا عايزاها. فجبت معلقتين صلصه جاهزه. تمام. ورحت جايه حطاهم في قلب الايه، التعصيجه اللي انا عملتها. وهنا بقى ضفت معلقه توم كبيره مليانه محترمه كده يعني. التوابل بقى بتاعتنا، هقول لكم انا حطيت توابل ايه. التوابل دي كانت عباره عن ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، قرفه، آه جوز الطيب، او ممكن تشيلي جوز الطيب وتحطي بدلها كبابه صيني. الاتنين بيدوا طعم اجمل من بعض في المحشي. تمام كده. هنا بقى انا خلاص طفيت على التعصيجة، وهحط الخضرة عليها وهي سخنة. هحطها وهي سخنة ليه؟ عشان انا مضطرة ان انا اخد من اللحمة قبل ما هضيف عليها الرز، لان في كوسة هنعملها بالبشاميل هتبقى محشية لحمة مفرومة بس. كده خلاص اهو. هنبتدي بقى نجيب في هنا طاجن عندي، جبته، وهفرش الارضية بتاعته كلها لحمة مفرومة بالشكل ده كده. وهبتدي بقى ارص الكوسة فوق اللحمة المفرومة كده. وهنملى بقى الكوسة دي انا جايباها حجمها كبير شوية، تخينة شوية، عشان اقسمها نصين واعملها بالشكل ده كده.
طبعا كل كوسايه بملاها لحمه ايه مفرومه، زي ما انتوا شايفين كده. وكده ده اول طاجن انا عملته. في طاجن تاني هكمل عشان كانت في كوسه لسه باقيه، هكمله ايه هو واحد تاني كمان وهعمله. برضو هنفرش ارضيته باللحمه المفرومه كده كده تاني مره يعني. كده دي الكوسه المقسومه نصين كلها، وهحط كمان كوسه مقفوله هحشيها هي كمان مقفوله، وهحطها برضو اكمل ايه الطاجن ده. هنا بقى هكمل بالكوسه المقفوله اهي، وهتبقى سهله في الحشايه ما فيهاش اي مشكله. هنا خلاص خدت كميه اللحمه اللي انا عايزاها. هحط بقى الايه الرز على الخلطه بالتوابل. كده بعد ما نزلت بالرز بقى هقلبه عادي. تمام. وهشوف لو محتاج توابل تاني هزود، ومش محتاج خلاص. هو كان معايا التوابل بتاعته كانت مظبوطه، اللي هيحتاجه بس معايا وحطيته هو كان الملح، مش اكتر ولا اقل. لكن كتوابل كانت التوابل مظبوطه وتمام، مفيهاش اي مشكله بالنسبه لي. هنحط بقى هنا كمان مكعب مرقه دجاج، وده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه مفيش مشكله. هو هيفك من سخونيه الرز. هنا بقى هننزل الرز في حاجه تانية، عشان هنستخدم الحله توفيرا للمواعين يا جدعان. هبتدي بقى كده انا دلوقتي هحشي معاكم الكوسه. هحشي يعني حاجه بسيطه، وهكمل بقى ايه. هنا اللي انا حطيته دوت كانت معلقتين سمنه بلدي. طبعا بتدي طعم تاني خالص للرز، يعني ما تحطي معلقه كده في الاخر، بتغلفي بيها الرز بتبقى طعمه تحفه اكيد يعني. هنا بدات احشي بقى المحشي العادي بتاعنا. كده انا حشيت واحده بس معاكم كده ايه تشوفوها تشوفوني وانا بعمله. تمام. وطبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمله، وبيطلع معانا جميل. هنا خلاص انا حشيت المحشي اهو. هزود بقى ايه ميه، في شوربه موجوده عندك حطي، انا ما كانش موجوده عندي شوربه، فحطيت ميه عاديه مفيش مشكله بالنسبه لي. وما نزودش الميه كتير، يعني كده ايه لنص الحله او لنص الكوسايه، عشان الكوسه اصلا بتنزل كمان ميه. الكوسه بالذات بتنزل كمان ميه. هنا بقى الطواجن التانية دي هزودها ميه، وهتشوفوا دلوقتي حصل معايا ايه في الطواجن، عشان انا نقلتها في حاجه تانية. هغطيها طبعا بورق فويل، وهحطها على الايه على البوتاجاز من فوق، على بال ما نعمل البشاميل. هنا بقى هنعمل البشاميل. حطيت حوالي 3 معالق سمنه كبار، وهنزل عليهم بمعلقتين دقيق كبار. وهنقلبهم بقى ايه في الدقيق كده،
الدقيق في قلب السمنة قصدي، لغاية ما ياخد اللون الايه الذهبي بالشكل ده كده. وهننزل عليهم بكوباية لبن واحدة فقط لا غير، مش اكتر من كده. وايدينا على طول في اللبن عشان الدقيق ما يكلكعش مننا. هنا بقى الحواض البيضة اللي انتوا شفتوها فارت على البوتاجاز وحاسه ان هي مش هتستوي لان الحوض كنز، فروحت جايه شايلاهم قلبهم في قلب الصينيه التيفال دي. تمام كده انا الصينيه خلاص استوت، ورحت جايه ضايفه عليها البشاميل وهدخلها الفرن بقى على الفرن على الشبكه يتحمر وشها. طلعت بالشكل ده، بس كان طعمها اقسم بالله كان تحفه. كده المحشي اهو استوى. هنطلع بقى ايه البشاميل اللي هو بيلظ كده سخن مولع، والله ما عايز يطلع. شايفين شكله عامل ازاي؟ وكده خلاص الفيديو بتاعي النهاردة خلص. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.